السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير والعافية ومقطع جديد. شوف هذا كل الأكيد، هذا زوايد من البيت أخوان. بالنسبة لهاي هذا مو وساخة أخوان، هذا شوف كله قش، وهاي بواقي الخضروات. هاي هالشكل. هاي خلي أوكلهن أول شي أريقهن مؤقت. خلي بس أسوي. شوف هذا كان ببال ناس اللي شاف الفيديوهات القديمة اللي شايف الفيديوهات القديمة اخوان يعرف هذا القش وش وقت جبناه وليش جبناه. هذا وليش جبناه اخوان هالشكل. هذا الا هن مكانهن نظيف، بس هسه راح نغسله. شوف هذا الديك، هذا كله خبز، وهذا المخبوط مالتهن مال الاكل. طبعا انا كلش متحمس. هيدا شوف هاي الدجاجة، هاي الافراخ اريد اشوفها ايش قد طلعت بالله، كم فرخ طلع. تعال شوفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اخوان هذا لو مات دجاج هذا كله ينذب بالزباله. هذا كله هسه اسوي لهن السطح يلمع، اسوي لهن. شوف هذا الديك، شوف هذا سوينا القفص البارحه اللي كنتوا موجودين وياي. سوينا هذا القفص، ما سوينا له سقف. السقف مالته شلون ما كان. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي هنا بيضتين، هذا الريش زايد هنا، يمكن اكو دجاجه تريد تكرك. ما شاء الله تبارك الله. هاي هنا بيضتين. هاي هسه الصباحيه 4 بيضات. صلاة على محمد وآل محمد. هاي هنا 2 هسه اطلعهن. هذا شنو هذا اخوان البارحه جبت لهم بالبيت 12 باقس بيناغ والله العظيم. زين يريدون يجمدوه. طلع ذني. هاي هواي طلع من عنده زواد. شوف هاي، شوف شلون وجبه هاي. ما شاء الله. هذا وقع الستان مال التصوير. يا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اخوان دا اسمع صوت كتاكيت، دا اسمع صوت الكتاكيت. الله اثبت عاد. هذا يطير الهواء، يطير هذا القماش الفلتر. خليهن تمن، يمكن هواي وقع بالقاع. هذا يعني ما صار حصتهم كلها هنا وقعت. بسم الله. هذا البارحه انا ما اكل منه، اليوم الدجاج ياكل منه. خير وبركه، الله يزيد ويبارك، الله يزيد ويبارك. صلوات على محمد وآل محمد. هاي ما اريد اشيلها. اخوان هسه هاي ممكن ما تاكل هذا الاكل، تريد اكل مالتها، بس دا اسمع صوتها هسه اطلعها. هسه اخوان بس خلي اكمل هاي الهوسه اللي هنا، هسه اطلعها و اصور لكم اياها. هاي جيب السكينه، هذا اثرمه، هذا سبيناغ، هذا سبيناغ، هاي خضره ما اعرف، هاي عضود مال خضره. هاي ثرمته، خلي اذبل هنا اياها. بسم الله. طبعا انا اقدر بالبيت اكلف اهل بيتي يخليهم هم يثرمون، هم يسوون، بس اخوان هاي مسؤوليتي اني، لان انا اللي جايب الدجاج، وانا اللي مربيه، وانا اللي مستمتع بيه. زين هاي رساله لاخواننا انه كل من يتحمل مسؤوليه القرارات اللي يتخذها، مسؤوليه الشغلات اللي يسويهن.
شوف والله يحبنا. هاي خصوصا الورقيات، كل شيء يحبن الورقيات. السبيناغ، السليق. صلوات على محمد وآل محمد. شوف المعدن ترست والاكل مستمر ما شاء الله تبارك الله. اخوان هاي ساني ما اعرف او يعني مو انا اللي احكم، بس اخوان الدجاجه هي عباره عن معمل ينتج بيض، صح لو انا غلطان؟ شنو ياكل؟ راح يطلع الخلاصه يسوي لك هاي البيضه من عندها. هسه من ياكل هاي الاكل سبيناغ، هناك خليه سمك ورقي وتمن واللي احنا نسميه رز، وياكل هذا البيت وبروتين واذره وحنطه يعني سبحان الله يطلع فد شيء اخوان، يطلع فد شيء قوي. يعني البيض مالته يصير كلش غني. البيض مال هذا الدجاج جدا غني يصير. شوف ما شاء الله، شوف المعده شلون متروسه، شوف ما شاء الله الصحه والنشاط مالتهن ما شاء الله تبارك الله. شوف ذني طبعا ذاك الديج ذني ما ادري شلون طلع، ما ادري من السقف ما ادري مين. شوف هذا هنا السبيناغ. هذا المي بي اللقاح او هذا ما ادري الدواء ما اعرف شنو يسموه، بس هو لقاح، هو معادن وفيتامينات. تعالوا خلي نشوف الدجاجة ايش سوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. والله شباب بس ذن الاثنين نفسهن ما شاء الله. هذا لازم نفحص البيض. هسه راح اروح ادور على الانترنت شلون افحص البيض، وذاك واحد يكتب لي يا ريت افحص البيض اليوم باكر، من الباكر اذا ما طلعان شي بعد اشيل البيض. من اريدهن يجني ياكلن، ومعقوله ما ياكلن. خلي اقرب لهن الاكل. من يتذكر هاي كوت 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 كوت. شوفوا شوفوا كوت 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 كوت. شباب عاد ليش كوت كوت؟ ليش مو عماره؟ ليش مو ناصريه ناصريه ناصريه؟ ليش كوت كوت كوت؟ هاي يمكن سبب البيض بعد جوها ما تقوم توكلهن تاكل، ما اعرف تقوم واحنا ما منتبهين عليها. طبعا ذيك الفتحه شوفوها شباب. هاي البارحه واحد بالتعليقات كتب لي هاي الفتحه سدها، انا ما منتبه عليها، ايش قد اصور ايش قد اجي يمهن ولا منتبه عليها. اكو فتحه هنا الكتكوت يطلع منها اذا جريدي يصعد لهن، اذا اكو جريدي يطب لهن منه. فهم زين؟ رحم الله والديك واشكرك، الله يبارك فيك ان شاء الله. كتب لي هاي الفتحه سدها، والله سديتها ذيك الساعه شباب. ما شاء الله صلوات على محمد. باعي نقرن يمكن يخافن يبتعدن عن امهن، ما اعرف لازم هذا اقربه اكثر هيجي. شوف والله اكلت الدجاجه. شوف ما شاء الله قامت تاكل الدجاجه، قاموا ياكلن وياها. ما شاء الله. لا عاد المي هم راح اقرب لهن اياه. والله شباب حتى اذا بس اني صحه زينه ويكبرن هم نعمه، هم قابل. اول مره حياتي اكرك دجاجه يعني اشوفها خوش نتيجه. هلا اجيب طابوقه اخلي بيها هذا الصينيه. سويتها بهالشكل، خليت الطابوقه بس بعد المي هم اقرب ويالهن. الشباب بالنسبه للمي، مره شفت واحد اجنا كتاكيت، فسوى لهن بس لزم واحد علمه على المي بهالشكل. بسم الله.
هذا ما اخاف والله، اخاف عليه لينمرض خطيه. اريد بس اخلي حيقه بالمي حتى يتعلمن على المي يعرفنه. لازم هاي، يمكن هاي لازم اغيرها، هاي ما اعرف والله، لازم يشرب المي. الشباب جبت هذا، قلت خطيه خاف الدجاجه تريد مثل ما تحب هذا او هيك، بس اذب بياهن هناك حتى الدجاجه تقوم. هاي شغله. الشغله الثانيه جبت هذا معون مال شاي، اخلي بيه مي وراح اخليه قريب يمهن. خلي اسوي له مكان، خليته هنا يا شباب، خلي اشوف يشربن من عنده. خلينا نشوف. والله يا شباب احلى شيء لما يطب يم امه، شلون يظل يبحوش جوا راسه. شوف 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 ما شاء الله. بدول الله ذاك طب طبعا، بدول قد حلوات ما شاء الله. يا شباب هذا الديج عبارة عن الجيران، هسه شفته هنا على البيت وانا مال، طبعا احنا هنا ولد عمي كلهم ولد عمي. هذا شوف هذا ما اعرف منين طلع من القفص، شلون طلع ما اعرف زين، بس على الاغلب من فوق، هذا من فوق الفتحه. على العموم هسه هذا اريد اسوي له قفص، واريد اسوي نفس هذا الظلي لكل المكان. من هاي الشيرمانه اللي هناك نسويه مربع. هاي عندي عاليه صراحه، لو عندي كوسره كان قصيته هيك من هنا، بس ما يحتاج راح اخلي يصير عالي شويه، مو فد مشكله. اشدها بحبل من هنا وعود فوقها. طبعا هذا الدجاج بعد ما اكل وشرب كله بالتراب، يلعب. شوف هاي فتحتها من هنا وطبنهن شمس، لان المكان راح يصير ختله كلش، فاريد تطبنهن شمس. وهذا فتحه كلش بيرفكت يا شباب. خلي اشيل هذني هوسه هنا. شوف ما شاء الله، شوف صوت زقع ما شاء الله، قام يشرب المي شباب. شوف انت يشرب المي شباب. والله هاي الطريقة ما شايفها ولا شايف احد مسويها، بس اخوان هي احنا قلنا نربي الدجاج حتى نتعلم. صلوات على محمد. والله ما يعجبني اسد الباب، يعجبني ابقى بو عليها. الف عافية بثوب ابو عبد الله الحسين، يشربين صحة وعافية الكن والمكن. هذا المي بي شباب، هذا الدواء بمجموعة فيتامينات، وهذا مال نيوكاسل تنفسية ما اعرف شنو. حتى الدكتور البيطري قال لي انطيه كل الدجاجات للصغار وحتى الهذني، قال هو هذا منشط عام، صحتهم تصير احسن. طيب الانترنت انا عندي مقطوع، منفصل عن العالم شباب. الانترنت صار مهم بحياتنا، بس يا اخوان لازم نتعلم، خصوصا الاطفال الصغار. ترى مو زين الانترنت شباب، الانترنت مو زين لا على الكبير ولا على الصغير. الزين هو الدراسة، مساعدة الاهل بالبيت، حتى لو ولد عادي تنظف وتغسل مواعين وتساعد اهلك، امك ابوك اخوتك، بس الدراسة اهم كل شيء يا شباب. الدراسة والتعلم، ممارسة شغلة تحبها، هي هم تبقى آراء يا شباب، آراء. والأهل كل أهل لهم في الطريقة بالتربية. طبعا التربية مو بس للصغير، حتى للشاب الكبير هم يحتاج تربية وتعليم، ثقافة. مثلا هسه شنو تجابرني على الدجاج؟ شنو بيض؟ شو هو كل 6 بألف. بس هي يا شباب أول شيء الحب، لا تقول لي بركة. يعني إذا واحد ما يحب هاي الشغلة ما يستمتع بيها ما يسويها. أول شيء شغلة تحبها أو هواية تحبها. هسه مثلا هواية تربية الدجاج شباب، اللي يربي له مثلا 1000 دجاجة أو 500 دجاجة بمزرعة، يسوي له حظيرة، راح يستفاد بها ماديا كلش هواية، من البيض، من الأفراخ، من الدجاج نفسه، التربية. الهواية ممكن تجيب فلوس، بس أكيد تحتاج مقومات. الفلوس مو بالسهولة تجي.
والله يا شباب مستمتع على صوت الافراخ، مستمتع على صوتهن. الدجاج بعد ما اكل شباب هذا بقى هنا، فالدجاج كله قام يطب على التراب. خلي اطلعهن ياكلن هذا الباقي. روح اكلن، روحن اكلن لعبن. الصلوات على محمد وآل محمد. والله هذا منظر شباب يسر الناظرين، ممتع ممتع. تسمعون شباب الصوت طالع عندكم لو لا؟ صوت الزقزقة. شوف هذا شلون جو امه. شوف هاي فختاية نزلت من التدربية، شوف شافتني. العصافير صار ساعة شباب يطبن من هذه الفتحات الكبار، ياكلن هنا تمن ويشربن مي وما اعرف شنو ويطلعن يروحن. العصافير كلش حلوات. طبعا بعد الدجاج ما شاء الله، شوف لي معدتهن ما شاء الله، ماكلات خير من الله. بس خلي ياكلن يخلصن هذا الاكل الباقي. طبعا يا شباب هواي يكتبوا لي بالتعليقات يقولوا لي ما يصير تخلي اكل يبقى، ما يصير تخلي اكل شيء فوق شيء. شباب انا مو تاجر مال دجاج، ولا اني مربي من اجل الفائده، انا مربي للمتعه. اول شيء اتعلم، وثاني شيء استمتع، وثالث شيء البركه وياكلن اكل البيت. يعني مثلا عندي انا اكل بيت هواي زايد، يعني هذا خو ما اذبه، يعني ما معقوله. فانا جايب الدجاج على مود هاي الشغله. بالمناسبه صار لي تقريبا 10 دقائق ما ادري ربع ساعه قاعد هنا. والله يا شباب شوف هنا قاعد مستمتع على صوتهن وابو عليه من يطلع عن شرب المي لو ياكلن ويرجعن. ها خلي ابدل المي مالتهن، لان شباب الدكتور البيطري قال لي هذا لازم يوميا يتبدل. انا قلت هسه دا افكر بيني وبين نفسي، قلت اذا يوميا يتبدل العدان ليش دا اترسها؟ ليش دا اترسها وحرامات؟ بسم الله. هذا الدواء مالتهن يروح. شنو اسوي؟ ها خلي اجيب هذا خلي اشوفكم الدواء شباب اللي استعمله. هذا شباب مسحوق يذوب في الماء، نيوفيت اوكسيد تتراسايكلين، استعمال بيطري فقط. ما اعرف، هذا اللي استعمله. بسم الله. الله والله طقيت. يلا فدوه هسه اجيب غير وحده. اقول صدق شباب اني ليش مخلي هاي الدبه الفوق؟ انا يوميا دا ابدل المي ويوميا اخلي لهن اياه هيجي. ماشي عيني ومني شويه كبرن فد 4-5 ايام اسبوع مني يشدن يقومن حتى يشوفن احسن. والله احسن. شوف العصافير هذا خلي اقوم اشوف وياكم. شوف هذا، شوف مين حيطلع. شوف تعلم طلع راح. ما اعرف ليش من ياكل. خلي هاي البابا خليها مفتوحه. شباب شنو رايكم؟ هاي اسدها من هنا. طبعا هاي كانت الخانه صغيره، شوف تقريبا 30 سنتيم. هاي فتحت لهن اياه، هاي شلتها الطبقه اللي هنا حتى براحتهن، وانا ما تمن اوكلهن اشربهن براحتي. شويه همني شدن اخليهن عود هيجي بالطول، العفو بالطول او بالعرض يوقفن عليها. بس شو تقولون شباب؟ هاي اسدها من هنا اغلفها؟ لا. وهاي هم راح اشيلها هسه. هاي هم راح افتحها، هم اكبرها هاي الخانه واخلي لهن هاي الحله. ان هنا دائما يبيضان يحبن، اخليهن حله وحده هنا لخه هالشكل هذا. شباب هاي الخشبه هي نفسها اللي كانت هنا. شو خليتها هنا؟ والله شباب يمكن احسن هيجي، يمكن احسن لهن والله، حتى ما يكفخ فيهن الهواء. شوف لا خليها هيك والله خليها فد برغيا. يا بسم الله. عندي هاي براغل صغيرة، هذا واحد وهذا واحد. هي مو فد شي، ما يحتاج لها قوة.
هذا الدريل من انا ما توصل. خليه هنا وحده جوا. خليني اشوفكم من الداخل شلون صار شكلها، قصدي الفي مالته. شوف والله احسن طريقه هاي شباب. شوف شلون صارت هاي مصد، صارت شمس باع الشمس باع من اخر الشمس توصل لهن تدخل، فحتى تحميهن من الحر ومن البرد. هاي شباب والله يا شباب واحد يتعلم شويه شويه، هو يرتب حسب ظروفه، حسب ظروف الحلال مالته يرتب. شوف هذا عندي الحبل مال هاي، العفو مال هاي. هسه راح اروح اجيب لهن، بعد طبقه كبيره. اسوي هاي كلها هي للاخير 5 مترات، للاخير راح اجيب لها 4 مترات تصير من هنا للنهايه. و1 2 3 4 5 4 في 5 اجيب لها شباب. شوف الدجاج من يشبع شلون يرتاح. شوف ما شاء الله. شوف هاي شلون طبب لهم ضوء شباب الفتحه، طبب ضوء وشمس. شوف يحبن يلعبن بالتراب بالنشاره يحفرن بيها. بس هاي انا فيارهن هذا التراب. حسين عنده عماله فوق دي يشتغلون باعطاب له مي وطابت له وصاخه، وعنده دجاجه كركه جبنا لها بيض شباب. حسين البيض مالته ياكل. ازم صور حسين، خليني اسوي لك هذا المكان مال البيض. طبعا اشترى لهم البيض مشترى شباب، رحنا السوق الملحاني وجبناه، ما نعرف هم البيض قديم وقديم. بس هاي راح اسوي لكم اياها شغله مرتبه. هاي شباب وايد سوينا مكانات للدجاج، لازم تعلمنا لنا شغله. هذا شنو؟ بس هذا التبن هذا حسين بي شو اسمه؟ بي حنطه. هذا خطير طعنا اياهن ببلاش، حتى من قبل ياخذ فلوس، طعناه فلوس ما رضى. بس الزايد كله هو يوقع. ممكن بعد ممكن بعد خاطر ما يوقع. والله انا مالتي كرت خليت لها داير كراتين، قصت لها هيك علو 4 سنتيمات، سكينه جبت لهم وقصيت. طيب سوي مدوس على البيض. شوف ما شاء الله. تعال صور المكان هذا شلون صار زين، شلون دافي هذا التبن. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي 2 هاي 4 شوف الطورة ديج 6 لا وصاخبية 6 هاي 8 صلاة على محمد وآل محمد. هاي 10 وهاي جبناها نوعية كل زينة. والله قلت لك حسين لو انا المكان كله من هاي اجيب. يلا عيني هسه هذا خليه هنا. هسه اسوي فيه الدجاجات. طيني خل اشوفهم. شوفوا صلوات على محمد وآل محمد. خلنا ناخذها راح نكركها ورا البيت بالترك. طبعا شباب جبت هذا اسوي سقف لهذا المكان، يبقى بيه شويه شبر زين. خلي اشيل هذا المكان القديم، خشب القديم شباب صار بهالشكل هذا المرتب. بس بقت هاي الفتحه هسه اسدها باي صوره. طبعا هذيك هي مفيده للتهويه، للضوء اذا اغطيها من هنا يبقى لنا ضوء وشمس وتهويه كلش زينه. بس ما اعرف ممكن اسدها خلي لي خشبه على الطول ومن فوق اضربها برغيين 3 هالشكل. هذا صارت